الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند له، وأن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين مقترنين إلى يوم الدين. اللهم آمين يا رب العالمين. يقول القاضي عياض في كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه: راني باش نتحدثوا على رسول الله، ما زلتوا عندكم حديث تحكيوا فيه عجايب. قولوا قال الله قال الرسول، ما عاد ثم حديث يظهر لي والحصة ذي. لكن الصغار ابعدوا على بعضكم، الأولاد الصغار يجاو لهنا، يجاو. المساجد جعلت لسماع ذكر الله أو لنذكر الله، واحدة منهم، يا اما نسمعوا الذكر ولا نذكروا. أما باش نتحدثوا في بعضنا، فإن الحديث في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يعني إنسان عنده شوية حسنات لبرا يجي يفرقها في الجامع نجي نعبيه الحسنات، مش نحرقوها كاك. حديث في الدنيا خاصة. قل النبي صلى الله عليه وسلم قال: حلقت القوم في المساجد، قال: حديثهم الدنيا، أولئك الله عز وجل لا حاجة له فيهم. قال: ما تجلسوش بحذاهم. جهل هذا من الجهل. وقت اللي نجهل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يولي الإنسان يحط أمره هو على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما كان لهم الخيار. الإنسان ما عندوش خيار في أمره. إذا قيل لهم قال الله قال رسول الله، أصلا نغزر. قال لك لا يجوز. أصلا العلماء وصلوا حتى بالحربة. قال لك أنت تقول قال الله تعالى، واحد يقص عليك الحديث، يعني قال لك يفضل كلامه على كلام الله. قال لك إذا تقول الإنسان قال رسول الله تسكت، أي موضوع عندك تقصه قل صلى الله عليه وسلم، نورني هاتش قال الرسول صلى، مهما كان حديثك قل له اسمع راهو سيدنا محمد قال. تحبس. هذا قال لك من الآداب. الإمام مالك رحمه الله تعالى، واحد يمشي معاه في الطريق قال له: يا إمام، قال له: مش النبي قالوا سقطت من عيني. إمام مالك من شدة توقيره للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: سقطت من عيني. قالوا: تحدثني عن رسول الله ونحن نمشي. الإمام مالك رضي الله عنه كان يحدث الناس بحديث رسول الله إن لم يكون جالس ويتوضأ، يكون على وضوء، وكان يبخر المسجد النبوي، يحل فيه الرائحة الطيبة، ثم يجلس ويقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجلال. يعني تصوروا، يعني ثم حاجات تفوق العقل. الإمام مالك لدغته عقرب لدغته في المسجد في رجله وهو يتحدث في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاها تلدغه وما قصش على الحديث، وجهه صفار وتلون وداخ. يلقاه العقرب، قالوا: علاش ما قال لا أقطع حديث رسول الله. ونحن اسمه قال رسول الله. خلينا نكمل. شنو أحوالك؟ لا باس. شنو الليلة؟ شربة باللحم ولا بالحوت؟ لا الله يبارك فيكم. احنا نجيو للجامعة نتعلموا من بعضنا. يجب أن نجل هذه المجالس، مجالس الذكر تحفها الملائكة. الملائكة تنزل تسجل لنا كل واحد شنو آدابه في المجلس، كل واحد شنو أخلاقه وشنو خشوعه وكيفاش تلقى المجلس، كيفاش تلقى الأحاديث، فتسجل علينا كل شيء. قال: في بيوت هذه بيوت أذن الله أن يرفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، سماهم ربي رجال، سواء كانوا نساء أو رجال، سماهم ربي رجال. لا تلهيهم. شفت؟ وين في البيوت وين؟ في المساجد. قال لك وقت اللي تدخل للمسجد ما عاد يلهيك شيء. شو قال ربي سبحانه وتعالى؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن شنو؟ عن ذكر الله. فلذلك إنسان كي يدخل المسجد ما عاد يلهيه حتى شيء، ما عاد يخوض في حتى شيء. لا تلهيهم، هذا بنص القرآن، يعني ربي سبحانه وتعالى هو الذي يوجهنا لهذا. يقول
قلنا نواصل الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي والفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد، يقول القاضي عياض بقراءة عليهما قال حدثنا أبو علي الغساني، يعني من سلسلته التي تلقى منها الحديث، قال عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي 10 ثم إنه من صلى عليه صلى الله عليه 10 ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة. والوسيلة ما هي؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة. قال والوسيلة هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، هو مكان الواحد برك المكان هذا في الجنة باش ياخوه إنسان برك. قال هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. نتمنى ونحن نسأل ربي باش يكون سيدنا هو بلاصته، هو شفيعنا. فلذلك شوفوا هو ربي الله عز وجل وعد الأنبياء وأغراهم بهذا المكان، قال لما يراوا البلاصة هذه الواحد برك شكون يحب ياخذها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث جميع أمته اسألوا لي هذه الوسيلة، حتى أنه النبي شوف يعني برشا ناس ما يتفطنوش لها، يعني هاني وفيه الأذان اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وسيلة لا خليك عارف فاش قاعد تقول راك أنت تطلب من ربي سبحانه وتعالى إنه يعطي سيدنا محمد الوسيلة هذيك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني فرحان قال اسمع اطلبوها لياني. وحاجة أخرى نحن مش نطلبوا له بلاش ما هو والنبي صلى الله عليه وسلم ما نساكمش تهنى عندك قهوتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه قال ومن سأل لي الوسيلة بعد كل صلاة وجبت له شفاعتي يوم القيامة. يا سيدي أنا ما خليها لكش بلاش. نسأل الله تعالى أن يرزق نبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والدرجة الرفيعة وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعد. فلذلك قال وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي، حلال عليه شفاعتي. كي نسمعوها هيك ونفهموها هيك ميزناش نتركوها بعد كل أذان. فيقول لك العلماء قال لك الترديد وراء الأذان أفضل من قراءة القرآن. وقت الأذان وقت اللي يقول الله أكبر تقص تردد وراء الأذان أفضل من قراءة القرآن في الوقت ذاك. ثم بعد الأذان تسأل ربي سبحانه وتعالى الوسيلة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد تالي عندك درس، عندك قرآن، عندك كذا، واصل. حتى في الدار الإنسان قاعد ويستنى في المغرب وأذن الأذان مثالش قبل ما تقصد ربي أسأل هذا السؤال ضايع وادعوا لنفسك. وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر، ربي سبحانه وتعالى وراه نهر حافتاه عليهم قباب اللؤلؤ. قلت لجبريل ما هذا؟ قال يا محمد هذا الكوثر الذي أعطاك الله، إنا أعطيناك الكوثر، هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. ثم قال ثم ضرب بيده إلى طينة فاستخرجها، يعني سيدنا ما دخل إيده ديما كيبدا نهر ولا كيبدا ما هو من اللوطة شنو ثم ما فما تراب. قال فمد حفنة من التراب قال فإذا هي مسك، النهر هذا التربة متاعه المسك. عدد الكؤوس على هذا النهر قد عدد النجوم، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ما عادش يعطي الجملة متين ضيّ. قال ذي يوم القيامة في الوقفة متاع الحساب وقت يشتد الكرب ويشتد الحر والشمس تدنو من الرؤوس، الناس تبدأ تتمنى في شربة ماء.
وعن عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن عمرو ومثله قال ويجري الماء ضي يجري في وسطه، قال ومجراه على الدر والياقوت، يجري على الدر، وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. وفي رواية قال فإذا هو يجري لم يشق له شقة، عليه حوض ترد عليه أمتي. وذكر حديث الحوض، قال الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه، أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطاني الكوثر نهر من الجنة يسيل في حوضي، هو نهر من الجنة يسير في حوض. يعني تصور يوم القيامة، يوم عطش، يوم شديد، يوم زحام، يوم حر، يوم فالناس كلها يعني حتى العطش ما يلقاوش شربة ماء. النبي صلى الله عليه وسلم شوف الناس ما يلقاوش شربة ماء، قال يوم شديد الحر الشمس تدنو من الرؤوس، قال لك الناس تتصبب عرق حتى يجف منها العرق ثم تبكي دم، فهمت؟ قال فتجف الناس من العرق ومن الدمع ومن الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ووراء حوض مليء بالماء. الحوض هذا يصب من الجنة، طول من الجنة، نهر من الجنة يصب في الحوض هذا. شكون يجي شكون يشرب منه؟ أمته. هذه ميزة. ويبدأ يستدعى فيهم. هناك فما شكون يهز الكاس يشرب وحده، فما شكون تسقيه الملائكة، وهناك من يسقيه النبي صلى الله عليه وسلم. هناك من يشتاق لشربة الماء، وهناك من يشتاق لليد التي تسقي، استنى في النبي صلى الله عليه وسلم باش يسقيه، باش يقبل له يده. وهناك من يشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسقيه من الماء، نسأل الله أن لا يحرمنا شربة من حوضه. يعني وهي يعني من أول النعم والبركات تاع يوم القيامة هي الشربة من الحوض، إنه إنسان ما عادش يعطش. ثم يأتي الحساب، ثم شكون يبدأ ماشي زاد ماشي في باله اللي هو من أمته، والملائكة تمنعه، قل له لا ما تمشيش وما تشربش. عن ابن عباس قول الله تعالى قال ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال 1000 قصر من لؤلؤ ترابهن المسك. وفي رواية ما ينبغي له من الأزواج والخدم. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم تدخل يعني كل أمته. يعني قال ويأتي الناس للشرب من الحوض، يعني هم كيف يشربوا من الحوض باش يتلقاوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فتمنعهم الملائكة، قل له يا محمد، قل لهم اتركوهم، قل له لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. توقف الملائكة تمنع هؤلاء الناس من الورود على الحوض ومن الورود للفوز بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أشبيهم قاطعي رحم، آكلي ربا، هذوما يتعاملوا بالحرام، هذوما راهم قاطع اليد ورجل، هذا امرأة يؤذي جيرانه. وقال لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره بوائقه. شوف قال لا يؤمن، وهنا لا يؤمن أي لا يكتمل إيمان أحد. شوف حتى يأمن جاره بوائقه، يعني جارك قال لك جارك يسلب من شرك. هذه يحكي على الناس اللي عندها شر، إن شاء الله احنا كلنا ناس خير. لا عامل عمارة وحال شباك يتفرج على جاره، ولا هو يلوح في البوبالة على جاره، ولا هو مسيب قال يبدأ واحد مسيب زوايل، واحد مسيب، كل واحد يبدأ، وهذيك كل ساعة جارك مش حتى في الدار، تبدأ أنت في الدار وهو في الهنشير، هذه جيرانه كل هكايك، ولا في الصوة ولا في أي بلاصة جارك، ولا ليه جارك لهنا، جارك كان في دارك، جارك حتى في الحانوت زاد، تبدأ تخدم أنت في عندك نصبة في السوق، وعندك حانوت في المارشي، وعندك حانوت في مش عارف، هذاك جارك زاد، كلها جيران، مش كان السكنة راه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربطها، خاصة نتحدثوا الحديث هذايا ونحن يا ربي الأعمال ليك نهار الثاني من رمضان، ونحبوا نذكروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ورغم أنفه بعدا له من يا رسول الله؟ من دخل عليه رمضان فلم يغفر له. ونحن هذه فرصة باش الإنسان يتطهر، صفي قلبك تربح،
صفي قلبك تربح. نحي سيب، خليني مع ربي، خليك اذكر الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب القلب السليم يسامح ويعفو. قال ربي سبحانه وتعالى الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا ما كظمتش غيظك وما عفيتش على الناس في هذا الشهر واحتسب بالأجر، احتسب الأجر لله عز وجل. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم، نختم بهذا الحديث، ماذا يقول؟ قال لا يؤمن أحدكم، ما ذكرناها الأولى حتى يأمن جاره بوائقه، أحفظه احنا كل يوم ناخذ حديث بركز. والثانية لا يؤمن أحدكم حتى يعطي من حرمه. فرصة، ما هو الناس كل طيب ولا ليه؟ أول واحد تبدأ به باش تهزله وسحنك المتعارك أنت وياه، ابعث له مع الصغار لعله. قال أطعم الطعام أطعم الفم تستحي لهن كاكا ولا. وإطعام الطعام يعني هي صدقة تطفئ غضب الرب. شوف إذا الصدقة تطفئ غضب الرب ما تطفئش الغضب اللي بينك وبين جارك، بينك وبين خوك، بينك وبين أختك. هز وكل. النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد كافر قالوا أعطيني من مال الله، مدلوا قالوا شنو هذه؟ برا جاي نطلب عليك، راهو ما دخلوا حد شيء. راهو والراجل يعني جايب من عنده هو، تقول مكنينه. دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم البيت، ما هو كان باب تاع النبي صلى الله عليه وسلم يحل في المسجد طول. قالوا ويجي ادخل، الصحابة تغشوا، مدلوا هاك عبالوا الساك الأولى والساك الثاني والساك الثالث. قال ويه هكا وخرج، قال اللهم اغفر لي ولمحمد وقد يغزر لهم الكل هكا. يعني مشي للقوم متاعه وش قال لهم؟ قال لهم يا قوم أسلموا واسلموا. هو تخلي الإسلام كي خذي الماكلة. شوف يعني شوف إذا ضاي كافر أسلم خاطر خذي ماكلة، خلي واحد معناه متغشش ولا متعارك أنت وياه. راي الماكلة راي تعالج برشا حاجات، داوي برشا قلوب. ساعة لساعة عركة بين إخوات وبين على خاطر لحمة، بحط له اللحمة الكبيرة وأن يحقرني حتى اللحمة الصغيرة، ومن العرسك الفايت وهو متغشش. علاش؟ خاطر ولده ولا بنته ولا هو ما خذاش اللحمة كاكا ولا ليه ولا في بلاد أخرى هذه. فلذلك شوف قال مشي للقوم متاعه قال لهم يا قوم أسلموا جئتكم من عند من يعطي عطاء لا يخشى الفقر. قال لما ضاي إنسان يعطي، ضاي إنسان يعطي وما يخافش. أسلموا. فكل من البحثاه دخلوا الإسلام. ما راوش سيدنا محمد، سمعوا اللي هو يعطي الماكلة دخلوا الإسلام. فلذلك ما نختم الكلام لا حتى يعطي من حرمه. لا يؤمن أحدكم حتى يعطي من حرمه، أي ويعفو عمن ظلمه. يعفو عمن ظلمه، العافين عن الناس. خلينا نوقف على ذي الثالثة ونكملها لكم غدوة إن شاء الله. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على